وزفاف ابنتهم. ترحب بكم عائلة بن علي محمد بن إبراهيم في زفاف ابنتهم. ترحب بكم عائلة عبد الواحد أحمد بن قدور في زفاف ابنتهم. ترحب بكم عائلة المرحوم عبد الواحد محمد حسان رحمه الله في زواج ابنهم محمد صالح. ترحب بكم عائلة المرحوم أولاد بلة وبكر رحمه الله في زواج ابنه محمد. ترحب بكم عائلة فلان الحاج محمد بن ميلود في زواج ابنه عبد المالك. هذه عائلات كلها مشاركة في هذا العرس الجماعي وكلها ترحب بكم. نتجه الآن إلى عقد الزواج، يتفضل ويتولاه فضيلة الشيخ سيد الحاج محمد الطيب والبوتي الإمام. الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكد على الزواج لأنه ضروري من حياة الإنسان وبه يستقيم العمران. أحمده سبحانه وتعالى على أنعمه المتوالية بدون انقطاع أطاعه الناس أو قابلوها بالجحود والنكران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المؤمنين الممتثلين لأوامر الله في كل وقت وحين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أكد على الزواج لأنه من سنة إخوانه الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وأعدهم بدينه وميزهم بشريعته وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر الله تعالى يجري إلى قضائه وقضاؤه إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم أن الله عز وجل جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا شد به الأرحام وألزم به الأنام بأمر منه سبحانه وتعالى بأن أحل النكاح وحرم الباغي السفاح وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذكر منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في معرض الكلام على الأنبياء ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأخبر سبحانه وتعالى بأن النكاح مجلبة للرزق ومدفعة للفقر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وذكر جل ذكره وثناؤه بأن الزواج آية من آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لكم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب ان استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه. وقال ايضا: من تزوج فقد ملك نصف الايمان ويتقي الله في نصف الباقي. صدق رسول الله. والغيتي الوالي الغيتي بكر وكالة ورا محمد حيدر وكالة لله الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بالفلاح. وبعد، يا معشر الحاضرين، أشهدكم الله وملائكته أكبر الشاهدين أني قد زوجت السيدة خديجة بنت بكر إلى السيد عبد الكريم أولاد حماد ابن السيد الحاج طه على فرائض الله وسنة رسوله وعلى ما تراضيا عليه الصداق وعلى إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. قابلته لها وقبلتها له بحكم وكالتهما إياها. اللهم بارك لهما وبارك فيهما واجعل والدهما منهما يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فيلم مستني اي اكل طالب الاسلام بالله نسيت نجي محمد بن حماد زوج
أشهدكم يا معشر الحاضرين والله أكبر الشاهدين، أشهدكم على عقود هذا الزواج، أشهدكم بإني عقدت بين الزواج بين ميلود بن حمد عبد الواحد وحنان بنت عبد القادر عبد الواحد. زوجتها له وزوجته لها وقبلتها له وقبلته لها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بالشرط مفهوم الصلاة عنه. عقدت النكاح بين مصطفى بن محمد كليمان وزينب بنت حمد عبد الواحد. زوجتها له وزوجته لها وقبلتها له وقبلته لها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بالشرط مفهوم الصلاة عنه. عقدت النكاح بين عبد الحفيظ بن حمد عبد الواحد ولطيفة بنت محمد كليمان. زوجتها له وزوجته لها وقبلتها له وقبلته لها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بشرط مفهوم الصلاة عنه. وعقدت النكاح بين عبد الرحيم بن محمد بن حماد ومسعودة بنت محمد بن علي. زوجتها له وزوجته لها وقبلتها له وقبلته لها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بشرط مفهوم الصلاة عنه. وعقدت النكاح بين محمد صالح بن محمد حسن عبد الواحد وفاطمة الزهراء بنت محمد بن حمان عبد الواحد. زوجتها له وزوجته لها وقبلتها له وقبلته لها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بشرط مفهوم الصلاة عنه. وعقدت النكاح بين عبد الهادي بن محمد عبد الواحد وزينب بنت محمد بن حمان عبد الواحد. زوجتها له وزوجته لها وقبلتها له وقبلته لها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بشرط مفهوم الصلاة عنه. وعقدت النكاح بين الغناي محمد بن ميلود وأسماء بنت محمد عبد الكريم. الغناي فرعا وأصول الطيران أصلا. زوجتها له وزوجته لها وقبلتها له وقبلته لها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بشرط مفهوم الصلاة عنه. وعقدت النكاح بين صديق أحمد بن محمد وأسماء بنت أحمد بن الشيخ الحاج محمد. زوجته لها وزوجتها له وقبلته لها وقبلتها له على ما في كتاب الله وسنة رسول الله بالشرط المفهوم والصداق المعلوم، وذلك بحكم وكالتهم الجاية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اللهم بارك فيهم وبارك لهم واجمع بينهم وألف بينهم واجعل بينهم مودة وخير واجعل والدهم منهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله فيكم حضرات المشايخ أيها الضيوف وكل الحاضرين معنا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ففي باب الشكر نتوجه بالشكر الجزيل لهذه جمعية أفراح لجمعية الهدى للأفراح والأعراس الجماعية، ونتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا العرس الجماعي، ونتوجه بالشكر لكل النسوة اللواتي أشرفنا على إعداد
وجبة الطعام. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهن في أعمالهن وفي أزواجهن وفي ذرياتهن، وأن يعطيهن الصحة والعافية. كل الإخوة الذين ساهموا في إنجاح هذا العرس الجماعي نسأل الله أن يعطيهم من الرجاء فوق الرجاء، وأن يجعل لنا ولهم ولكل المسلمين من كل ضيق مخرجا. كذلك الشكر موصول لحضرات المشايخ الذين نورونا، نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبهم. الشكر كذلك موصول لكل الضيوف ولكل الحاضرين الذين لبوا الدعوة. نسأل الله عز وجل كما أتيتم سالمين غانمين أن ترجعوا إلى أوطانكم وإلى أماكنكم سالمين غانمين. كذلك نحمد الله عز وجل على هذه القيمة في هذا المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. شوف رأينا كيف أن حتى الوكالة في الزواج كل يقدم الأفضل فالأفضل، هذا يقدم خاله، وفي آخر المطاف نقدم الوكالة إلى العلماء وإلى الفضلاء وإلى الأجلاء. هذا تنظيم في المجتمع، وهذا قدر في المجتمع. هذه أخلاق طيبة وحميدة، نسأل الله عز وجل أن تدوم في هذا المجتمع الطيب الكريم. الشكر كذلك للعلماء وللمشايخ الذين نورونا، لأنه ليس من السهل تولد من بطن أمك ولا تعرف الحرف ولا الرقم، وتصبح تشكل الحروف وتشكل الكلمات وتصبح تحفظ القرآن الكريم. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. لا ننسى كل المشايخ وكل الدعاة إلى الله الذين ألفناهم وألفون في هذا العرس، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لا بد أن نذكر فضيلة الشيخ سيدي الحاج محمد الدباغي رحمه الله تعالى، الذي كان من السابقين من الحاضرين معنا في هذا المجلس، رفقة فضيلة الشيخ سيدي الحاج طه ساعده الأيمن، ذاك رحمه الله تعالى. وذلك نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم جميعا ووالدنا والمسلمين في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقال لهم يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخرة آية تقرأها. هذه رسالة لنا لكل أبناء لكل الوالدين، نركز على قراءة القرآن الكريم الذي أهملناه وضيعناه وسنحاسب عليه يوم القيامة. لا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم ونرجع إلى المساجد، لأننا كلنا مجتمعون في المسجد. لا ننسى كل المشايخ الذين علمونا القرآن الكريم وكل الذين مروا من هنا. كذلك نتذكر الشيخ سيدي الحاج عبد الكريم الدباغي حفظه الله الذي نورنا بمحاضرة هنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ له ذريته وصحته، ولا ننسى إخوانهم الذين كانوا يرافقونه هنا وكل المشايخ، منهم من تذكرناه ومنهم من نسيناه، ولكن الله عز وجل لا ينسى أي عمل صالح قدمه الإنسان. هذا شكر فقط. وبالمناسبة كذلك هو مناسبة فرح، ولكن لا ننسى الأئمة المقدورين، منهم من توفاه الله عز وجل بطعنه. نسأل الله عز وجل أن يصبر أهله وأن يرزقهم في الفردوس الأعلى، ومن كان منهم مريضا نسأل الله عز وجل لنا وله الشفاء العاجل. كذلك أخ يرجو منكم الدعاء له بالذرية الصالحة. هذا أخ يرجو منكم الدعاء بالذرية الصالحة. أهل هذه البلدة الطيبة نرجو من حضرات المشايخ أن يخصوهم بدعاء خاص، وهذه الجمعية وكل الإخوة القائمين على هذا العرس نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونخص كذلك في خلاء سيدي الحاج سي مولاي مبارك، نخصك كذلك بدعاء نيابة عن شيخنا، لأنك أتيتنا ضيفا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته، وأن يبارك في أعمالكم. وكل الضيوف الذين أتوا إليه كلنا ترحاب وكلنا فرح الرسول. والله يعز علينا فراق هذه الوجوه الطيبة، ولكن نطمئن عندما نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم مرات عديدة سواء في الدنيا أو في الآخرة. والآن نتجه مباشرة إلى تتويج العرسان. نتجه إلى تتويج العرسان. يتقدم أمامنا العريس ولاد حمادي عبد الكريم، إذا كان موجود، لأن في بعض العرسان يتوجون والبعض ربما يؤجلون التزويجات.
ولاد حمادي عبد الكريم من شيخ سيد الحاج طه. كذلك عبد الواحد عبد الحفيظ. عبد الواحد عبد الحفيظ. تفضل انت شيخ سيد. وتوجهوا الشيخ